وعجبني جدا ان النادي الاهلي اصدر بيان، لان ما حدث من الجيش الملكي المغربي امر ممكن يضايق، باللغه الدارجه كده يزعل، لان انت قدمت السبت بس ما خدتش حد. وهنا ممكن يكون درس، ودرس مهم جدا. عملنا ده قبل كده مع الهلال السوداني، وعملنا ده مع الجيش الملكي، وكان للنادي الاهلي اسبابه انه يعمل ده مع الجيش الملكي. النادي الاهلي قال خلاص طلعنا بنتيجه المباراه، النادي الاهلي قال اشقاء، وكالعاده النادي الاهلي دايما بيكون يعني بيترفع عن بعض الصغائر، ولكن مهم جدا نبقى عاملين حساب امتى نترفع عن الصغائر ومع مين لابد ان نترفع عن الصغائر. اعتقد اللي حصل في دوري ابطال افريقيا وما يحدث الان من ضغط شديد جدا على الكاف هو امر يستحق وقفه. ليه؟ لان النادي الاهلي تخطى المباراه الاولى، لم يقدم شكوى في الجيش الملكي المغربي، الاتحاد الافريقي لم يتحرك قبل 72 ساعه بعد تقرير مراقب المباراه وحكم المباراه، الاتحاد الافريقي لم يصدر عقوبه الا بعد حوالي شهر، المباراه 28 نوفمبر والعقوبه صدرت في 25 ديسمبر، فالامور كانت بالراحه جدا. حصل اللي حصل، والنادي الاهلي قال منتخبنا رايح يلعب في بطوله في المغرب واشقاء، وحفاظ على الروح الطيبه بين الجماهير. حصل ما حدث في افريقيا، والدوله المصريه متمثله في وزير الشباب والرياضه عمل مؤتمر، وشفنا المدير الفني كابتن حسام حسن، والكل اتكلم عن الروابط ما بين الجماهير. يعني الجانب المصري بيحاول قدر الامكان، والاعلام الرياضي المصري قدر الامكان وتحديدا منتمي للنادي الاهلي ان هو يحافظ على هذه العلاقات. لكن ما حدث غير ذلك. الاستقبال الرسمي كان بالورود، ده الاستقبال الرسمي للنادي الاهلي. الاستقبال الرسمي من قامه الدوله المصريه ومن قيمه النادي الاهلي، وهذا ما حدث. فحصل بعض الامور اللي كلنا استنكرناها وبنستنكرها طول الوقت، وبيان النادي الاهلي الرسمي استنكرها. القاء زجاجات بشكل ملفت في ارض الملعب. النادي الاهلي كتب بشكل واضح ما قام به بعد شكوى الجيش الملكي المغربي، ووضح بعض النقاط في البيان اللي هنعرضه امام حضراتكم دلوقتي، لان ده مهم.